السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي تمام صحة وافضل حال. طبعا دي خلطة محشي، بصوا لونها جميل قوي كده. انا كده سبكت في الحلة. طبعا عملت معاكم محشي كتير، حبيت افتح من الاول. الحاجات دي طبعا منضفاها، في حاجات منضفاها من بالليل، حاجات منضفاها دلوقتي. تمام. وهنا سلقنا اللحمة الجميلة اهي بتاعتنا. تمام. هنروح بقى نحشي المحشي الجميل ده. محبتش افتح معاكم الفيديو من الاول لان انا طبعا عامله معاكم المحشي كتير. بصوا المحشي بقى نحط الخضره كده في الاخر عشان تبقى خضره كده ولونها جميل. بصوا ايه رايكم في الخلطه الجميله دي؟ يلا نخلص بقى ونوريها لكم. حبايب قلبي الغاليين، طبعا حشينا المحشي اهو بتاعنا. في فلفل تاني بس تحت. ودي بقى الشوربه كده هي بتغلي، حطيتها هنا مطرح الصلصه او التسبيكه. وانا بقى معايا معلقه سمنه بلدي كده كبيره، بوزعها كده على المحشي. وبقوم بقى ساقيه ايه المحشي بتاعي الجميل ده. بسم الله ما شاء الله. ما كترش بقى الشوربه اهو. ابدا كده احط في مكان واحد عشان طبعا ايه ما يبهدلش الرز. تمام اهو. ممكن يحتاج شويه شوربه كمان احط له. طبعا السمنه هنا ايه ممكن يحتاج شويه شوربه كمان. نيجي بقى هنا. تمام. هنعمل بقى حاجه تاني كده واحنا واقفين برضو في المطبخ. مرضيتش، انا عملته معاكم قبل كده، مرضيتش ايه اخلي الفيديو لوحده. بصوا بقى الخيار وجماله. الخيار ده طبعا صغير كده وجميل. طبعا الخيار التخليل لازم يبقى الحجم ده جميل جدا. جايبينه منين الحجم ده؟ مش هتلاقيه. حطينا له كده الشوربه بيغلي المحشي بتاعنا. ونحط طبعا ايه شوربه كتير وعشان بيغلي بس كده لازم ايه الشوربه ما تغطيهوش، يعني نص كده لحد النص. تمام. نيجي بقى نعمل هنا ايه الخيار الجميل بتاعنا. معنا الفلفل غسلناه طبعا كويس، ونكس ملح. ومعايا هنا الخيار زي ما قلت لكم. نصيحه بقى، في ناس بتيجي تقطع الاجزاء دي من هنا ومن هنا. لا احنا مش هنقطعها، هنسيبها كده زي ما هي. مع البرطمان الجميل بتاعنا اهو غسلناه. هنبدا نحط فيه كده الخيار بتاعنا. الفلفل بقى خليت 2 كده عشان اوريهم لكم. ما اجيش افتحه من هنا. طبعا الخيار ما بخرمهوش ولا بعمل فيه اي حاجه خالص. في ناس بتقطع الاجزاء دي زي ما قلت لكم، لا مش هنقطعها زي ما هي. هنيجي نخرمه كده من الجزء اللي هو الناشف اللي تحت ده، ونسيب فيه العنقود الاخضر ده اهو كده وكده. طبعا هحط كده رق من الخيار اهو. هبدأ كده انزله. تمام. بيبقى تحفه. واحط رق من الفلفل ونرجع مع بعض تاني اهو. حطينا كده الخيار كله في قلب البرطمان، ودول كده شلتهم. قلت ايه احطهم في درج التلاجة. تمام. عملنا هنا بقى المحلول بتاعنا. الاضافه بقى اللي هضيفها لها معلقه سكر كده علشان يفضل الخيار بتاعي كده مقرمش وجميل. ادوبها كده مع الملح. تمام. وهنبدأ بقى ننزل ده كده في الحوض عشان المية ما تبقاش بره. وامسك كده وادلق كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالظبط المية يعني هيقعد شوية مية كمان هزود له، مفيش ادنى اهو. شطبنا كده الحوض بتاعنا الجميل. وادي كده نخلي الحوض الجميل بتاعنا زي الفل. لازم يكون الغطا كده بيتقفل باحكام عشان ما يدخلوش اي هوا. وادي المحشي بتاعنا اهو. المحشي الجميل اهو بتاعنا بيستوي خلاص، دخل على السوا. واشوفكم على خير ان شاء الله. انا مش هقدم معاكم بقى المحشي لان انا عامله كتير معاكم قبل كده. احنا هناكل بانيه ولحمه مسلوقه ومحشي، وعندي ملوخيه. فنعمه ورضا يعني. وبتمنى بقى اللي لسه مشتركش في قناتي يشرفني وينورني. على فكره مش دول بس الفلفل باينين ان هم كام واحد، لا في تحت انتم مش شايفين. يلا بحبكم في الله، في رعايه الله، مع السلامه.